انا عارف ان نفسك تلبس رولكس وبالذات السبمارينر، بس ليه تدفع من 10 ل 15 الف دولار في ساعه زي كده؟ بعيدا عن ان الرقم مش معاك، بس انا هقول لك على سر. جبت لك بدايل لرولكس وبالذات السبمارينر، بس مش خليك تدفع 10000 دولار. اي نعم في اسعار مختلفه في الليست اللي هكلمك فيها في الفيديو ده، بس هتناسب الكل. فتعال اتفرج معايا على الفيديو وبلاش عقده رولكس. خد من وقتك شويه دقايق مع كوبايه قهوه لذيذه واتفرج معايا على الفيديو عشان هقولك على بدايل الرولكس السبمارينر او الدايف ووتش عموما. صحيح تنساش تشجعنا بانك تشير الفيديو وتعمل لايك وتشترك في القناه علشان اللي جاي لسه اقوى بكتير باذن الله. اهلا بيك، انا معتز وبحب الساعات، والنهارده هكلمك على 5 ساعات دايف ووتش او بديل لرولكس السبمارينر. اول حاجه هنبدا بيها واللي هي الكاسيو دورو ام دي في. اولا صعب انك تصدق ان الكاسيو دورو ام دي في بقالها بس 14 سنه في السوق. الساعه دي فضلت في قائمه الافوردبل دايف ووتشز لفتره طويله، يعني من الساعات الرخيصه اللي تقدر تشتريها بالنسبه لساعات الدايف ووتشز، لدرجه ان ممكن تفكر ان الكاسيو دورو دي نزلت من الالفينات او التسعينات، بس الحقيقه ان احسن اصدار للكاسيو دورو ام دي في نزل سنه 2011. الكاسيو دورو ام دي في 106 هي كانت اول خطوه نجاح لسلسله او خط الكاسيو دورو، وده خلاها تبيع 600,000 قطعه اول 10 سنين. اول حاجه الساعه دايف ووتش بتيجي بوتر ريزيستنس 200 متر، شكل رياضي ولذيذ جدا. اما بالنسبه للفينشنج فحقيقي الفينشنج بتاع الكاسيو دورو محترم، وكل ده بسعر من 50 ل 100 دولار بس. حتى بالنسبه لشركه كاسيو نفسها، ضربه الكاسيو دورو ام دي في بالنسبه لهم كانت ضربه قويه جدا، وده خلاهم يزودوا الوان في الساعه زي الازرق والذهبي، وكمان الوان مختلفه في البيزل بتاع الساعه نفسها. وكمان بما ان الكاسيو دورو دي هي الساعه المفضله لبيل جيتس، فده ادى دفعه قويه جدا للكاسيو دورو ان هي تنتشر. فانا جاي اتكلم معاك اقول لك ليه الكاسيو دورو هي من احسن الساعات الافوردبل او اللي تقدر تشتريها بالنسبه للدايف ووتش اخر 25 سنه. وبما اني عارف انك بتفكر في حاجه زي الرولكس، فانا هبدا معاك بالارخص عشان تقدر تشتريها، بس شيل عقده الرولكس من دماغك. اول حاجه بالنسبه للكاسيو دورو الكيس وفي اللبس شكلها ازاي. خلينا نعترف ان معظم الساعات الدايف ووتشز بتكون اساسا كبيره في الحجم، والكاسيو دورو حجمها 44 ملم، ولمعظم الناس هيفكروا ان حجم الساعه كبير. عرض الساعه 44 ملم والسماكه بتاعتها 12، ومن اللج تو لج 48. وعلشان كان في كتير من محبين الساعات بيزنوا على كاسيو ان هي تعمل نسخه اصغر من الكاسيو دورو ام دي في، فكاسيو نزلت موديل 38 ملم في 2023، بس للاسف الموديل ده ما وصلش لاي حاجه في المستوى العالمي زي الاصدار الاساسي. طب ليه؟ اولا لان شكلها فعليا اصغر بكتير من 38 ملم، فلما تيجي تلبسها على ايدك فهتحس انها ساعه اطفال اكتر، والاحساس ده هيبان اكتر لما تحط النسختين جنب بعض، ال 44 وال 38. وكمان فوق كل ده في الاصدارات القديمه بتاعت الكاسيو دورو ام دي في كان البيزل بتاعها بيكون فيها 60 كليك بس، وال60 كليك ده لما تيجي تلف البيزل ما بيديكاش الصوت المرضي اللي انت تحبه في البيزل بتاعك. بعد لما خلصنا الجزء ده تعالى اكلمك بقى على شويه تفاصيل في الكيس بتاع الكاسيو دورو 44 ملم اللي هو الحجم الكبير. اول حاجه بتيجي ب 200 متر ووتر ريزيستنس، وكمان بتيجي باليوني دايركشنال بيزل، وبيكون في 120 كليك بعد لما عملوا التحديثات بتاعته علشان صوته يكون مرضي بالنسبه لك. بالنسبه للتشطيب بتاع كاسيو بسيط بس بتنفذ صح، وكمان اللجز بتاعت الساعه واخده كيرف كده علشان لما تيجي تلبسها تديك اريحيه على معصم ايدك. غير كده ان الكاسيو دورو جايه بالسكرو داون كراون، وببساطه السكرو داون كراون ده اي ساعه عاديه لما تيجي تعدل التاريخ او التوقيت بتشد الكراون لبره وبتظبط التاريخ، بس بالذات او في معظم ساعات الدايف ووتش علشان تظبط التاريخ بتلف السكرو داون عليك كده زي المسمار، وبعد كده بتطلعه لبره، وده بيعملوها حمايه علشان الميه ما تدخلش للساعه، فبتكون محكمه بشكل كويس. وكمان بالنسبه للكراون بتاع الكاسيو دورو في الفينيشنج بتاعه عاملين له جارد، لما تيجي تبص على جنب الكاسيو دورو الفينيشنج بتاعه فيه بيفل كده حواف عامله شكل كويس ومديها ستايل جميل. وكمان الكيس باك بتاعها برده معمول نظام السكرو داون. بعد كده نعدي على الكريستال بتاع الكاسيو دورو. بما ان هي بتيجي بالمينرال كريستال، انت ما تتوقعش ان هي تكون سفير بالسعر ده يعني. ايوه بالظبط ازازها مينرال. هتلاقي ان الدايل بتاع الساعه عادي نسبيا بالنسبه لساعات الغطس، ممتاز جدا للقرايه وواضح جدا بالنسبه لك. بالنسبه للعقارب كمان بتاعتها اللي على شكل الاسهم عامله شكل جميل، والتشطيب بتاعها ممتاز. والجميل كمان ان الماركرز او علامات الساعات معموله بشكل كويس، وكمان فيها اللوم بشكل ليلي اللي هي اللومينستي او الاضاءه بشكل ممتاز بالنسبه للسعر ده. حتى كمان شباك التاريخ عند الساعه 3 معمول بشكل كويس، وكمان معمول حواليه اطار كده علشان تكون قرايته بسيطه وسهله. بالنسبه للتكست اللي موجود على الدايل برضو بسيط نسبيا، عند الساعه 12 مكتوب كلمه كاسيو، وعند الساعه 6 مكتوب
ال 200 متر WR اللي هو الووتر ريزيستنس، وكمان تحتيها المارلين لوجو، والمارلين لوجو ده دليلا على ان الساعات الكاسيو اللي بتكون 200 متر ووتر ريزيستنس. بعد كده نعدي على الموفمنت بتاعت الكاسيو دورو. في ناس كتير انتقدت ان الموفمنت بتاعت الكاسيو دورو ان هي معموله من الكوارتز، بما ان هي دايف ووتش والناس بيحبوا الساعات الدايف بالذات ان هي تكون اوتوماتيك، ولكن الكوارتز بالنسبه لكاسيو دورو اتعملت بالشكل ده علشان تكون دقيقه وعلشان سعرها يكون مناسب للي عايز يشتري ساعه تكون دايف ووتش بسعر يناسب الكل. وكمان الساعه دي بتيجي بدقه من سالب لموجب 20 في الشهر فقط. الساعه بتيجي بمكنه كوارتز 2784، وبالنسبه للبطاريه بتاعتها هتقدر تعيش معاك لغايه 3 سنين بس. اخيرا بالنسبه للبريسلت بتاعت الكاسيو، فالكاسيو دورو بتيجي باثنين، تيجي بالدرابر او البريسلت ستانلس ستيل على حسب اختياراتك. في ناس بيحبوا الستيل اكتر عشان بتبينها افخم شويه، لو حابب ان هي تكون سبور اكتر فانت هتبدل البريسلت بالرابر ستراب. انا كده خلصت لك الكاسيو دورو MDV. سعرها بيتراوح من 50 ل 150 دولار على حسب المكان اللي انت موجود فيه. هسيب لك شويه الموديلات بتاعت الكاسيو دورو MDV لو حابب شكل مختلف او شكل معين عشان تعرف اسعارهم وتعرف اختلافاتهم ايه وتشتري على اساسه. ولو عايز تشتريه هسيب لك لينك تحت ممكن تشتري من خلاله من امازون، وما تقلقش موثوق ما فيهوش في اي حاجه، اصليه وكله زي الفل. تاني ساعه هكلمك عليها واللي هي الاورينت ماكو، وبالذات الاورينت ماكو 2. بس هبدا معاك من البدايه كده وبعد كده هنوصل للاورينت ماكو 2 عشان اقول لك شويه خطوات الاورينت ماكو عملتها عشان توصل لك الاورينت ماكو 2 الاصدار الحديث. قليل جدا حقيقي من الساعات الدايفرز اللي بتكون سعرها في المتناول اللي واخده احترام زي احترام الاورينت ماكو. لمده اكتر من 10 سنين كانت ساعه الاورينت ماكو هي من اكتر الساعات اللي الناس بترشحها كاول ساعه ليك انك تلبسها، او لو حتى لهواة الساعات المخضرمين الكوليكتورز. بس في نفس الوقت وبرغم التقدير الكبير ده لساعه الاورينت ماكو، كان كتير من محبين الساعات بيتكلموا عن شويه عيوب في ساعات الاورينت ماكو. وخلال ال 14 سنه اورينت بدات تاخد بالها من الموضوع ده وبدات تطور في الساعات، زي مثلا اللوم او الاضاءه في الساعه بقى احسن بكتير، وكمان البريسلت بتاعها بقى شكله واحساسه افضل على الايد. لكن كان في نقطه واحده لسه ما كانش حصل فيها اي تحسينات وما اختفتش من تجربه الاورينت ماكو. التجربه دي او العيب ده هو الموفمنت بتاعت الساعه، الحركه اللي كانت فيها. الاورينت ماكو اول ما نزلت كانت جايه بحركه 46943 وكان فيها مشكله دقه، وكمان ما كانش فيها هاكينج. وكمان فوق كل ده كان في زرار فوق الكراون العادي غريب شويه كده عشان تغير منه التاريخ في ساعه الاورينت ماكو القديم. وهنا بقى بعد طول انتظار بيدخل الوحش الجديد واللي هو الاورينت ماكو 2، وده كان رد اورينت بالنسبه للحركه بالنسبه لكل محبين الساعات. والموفمنت الجديده اللي نزلت بالنسبه لاورينت اللي هي F6922. وبرغم اساسا ان الاورينت بتعمل تحسينات كتير جدا في الموفمنت بتاعتها ان هاوس، الا ان التحديثات دي كانت بتظهر على ساعتين بس ومش كتير ممكن بتشوفهم، اللي هي الاورينت ستار والرويال اورينت. بس للاسف التحسينات دي ما كانتش بتظهر على ساعات الانتري ليفل، فما كنتش بتشوف التحديثات دي لغايه لما نزلت في ساعه الاورينت ماكو 2. بس خلينا نسال سؤال، هل التطور ده كفايه؟ وهل دي اصلا حركه تسويقيه محترفه؟ ولا فعلا هو ده التطوير اللي كانت محتاجاه الاورينت ماكو من زمان؟ طب خلينا ناخد بس نظره على باقي الحاجات وممكن نقدر نقرر في الاخر انا وانت. بس قبل ما اكلمك على باقي الحاجات خلينا نعمل مقارنه ما بين المكنه القديمه والمكنه الجديده. كل حاجه هي بين المكنه القديمه والمكنه الجديده، بس الحاجات اللي اتحسنت في المكنه الجديده ان بقى فيها المانوال وايندنج وبقى فيها الهاكينج سكندز، وكمان شويه تحسينات في دقه الوقت. وفوق كل ده غيروا زرار تغيير التاريخ اللي ممكن يبقى دلوقتي من الحاجات الفينتج، بس على ما اعتقد مع الوقت ان الزرار ده هيكون ليه فكره حلوه، ممكن يتحط في ساعات ممكن تلاقي رولكس واخداه بعد كمان 5 سنين كده ولا سنتين 3 وحطها في ساعتهم، تقول لك ده اختراع. that you could. تعال بقى اكلمك على الكيس بتاع الاورينت ماكو 2. بالنسبه للسمكه بتاعتها فهي 13 واللج تو لج 47 والقطر بتاعها 41.5 بنطق عربي مع انجليزي مش عارف ليه. بالنسبه لشكل الكيس والبولشنج والبراشنج بتاعه ممتاز جدا. اما بالنسبه للبيزل بتاع الساعه فهو ممكن يكون فيه عيب بسيط بس هقول لك عليه دلوقتي قدام شويه. والدايل بتاع الساعه بيجي بنوع السان بيرست عشان لما تيجي عليه اضاءه كده يديك
وكمان متاح الوان البيبسي بالنسبه للاورينت ماكو. لو انت عندك عقده الرولكس بيبسي فاشتري الاورينت ماكو بيبسي عادي، مش مشكله. اما بالنسبه للموفمنت بتاعت الساعه فهي زي ما قلت لك هي F6922، بقت احسن بكتير وبقى فيها مانوال وايندنج والهاك سكندز، وكمان تغيير التاريخ بقى من الكراون العادي وشالوا الزرار اللي كان قديم في الساعه القديمه. ودقه الساعه في المكنه دي بقت احسن بكتير من دقه الساعه في المكنه القديمه. بالنسبه للكيس بتاع الاورينت ماكو في اللبس مريح جدا، لان اللاجز بتاعتها معموله برضو بكيرف جميل وحلو جدا. والجميل في الكيس بتاع الاورينت ماكو 2 هو البوليشنج والبراشنج بتاعها، لان لما تيجي تبص على الكيرف في بيفل ما بين الحفتين، حافه اللي فوق واللي تحت، مفيش شارب ايدج ما بينهم، معموله بشكل متوازن وشكلها جميل وناعم علشان يديك احساس جميل في التلميع بتاع الساعه. اما بالنسبه للبريسلت بتاع ساعه الاورينت ماكو 2 فهي بتيجي بالاند لينكس، فبيخليها قفله واحده مع الساعه، فبتديك احساس برضو جميل مع اللبس. اما بالنسبه للكريستال بتاع الاورينت ماكو 2 بتيجي باثنين نسختين، في نسخه بتيجي سفير وفي نسخه بتيجي بمينرال. البيزل بتاع الساعه بيجي من الالومنيوم، والموديل القديم كان بيجي ب 60 كليك في لفه البيزل، بس دلوقتي حصل تطورات في الاورينت ماكو 2 بقت 120 كليك عشان تديك احساس افضل في لفه البيزل. اما بالنسبه للاستخدام البيزل ليه بيكون صعب زي ما قلت لك من دقايق فاتوا، لان البيزل بتاع الساعه لما تيجي تلبسه ملهوش ماسكه، فلما تيجي تلمسه بايدك كده تمسكه ماسكه عشان تلفه فبتلاقي الماسكه بتاعته صعبه. اما بالنسبه لان هي دايف ووتش فهي بتديك 200 متر ووتر ريزيستنس والسكرو داون كراون وكمان السكرو داون كيس عشان هي دايف ووتش وكده يعني. اما بالنسبه للبريسلت بتاعت الماكو 2 فهو بيجي بالاويستر بريسلت زيها زي رولكس سبمارينر، فانت لو عايز حاجه قريبه من رولكس عقده رولكس دي عقده، لا بجد حقيقي رولكس ايه يا عم. الماكو 2 بتيجي بالاويستر بريسلت، والاويستر بريسلت ده معروف في موديلات الرولكس، فهيكون شكله شيك جدا على ايدك وبيديك لمسه فخامه حلوه كده. اما بالنسبه للكلاسب بتاعت الماكو 2 فبتيجي بالدبل لوكينج، وكمان بتلاقي الاورينت لوجو محفور عند الكلاسب بشكل ظاهر وكويس. بالنسبه للدايل بتاع الماكو 2 بيجي بشكل حلو جدا، وكمان في السان بيرست افكت عشان يدي كونتراست حلو وتشبع جميل للالوان. والماركرز او علامات الساعات في الماكو 2 فيها لومينيسيتي او اضاءه بشكل ممتاز جدا، ونفس المعدن اللي موجود على الماركرز او على علامات الساعه اللي موجوده برضو موجوده على الويندو الشباك بتاع التاريخ في الماكو 2. خصوصا في الدايل بتاع الماكو 2 اللوجو بتاع الاورينت معمول بالميتال وده مديها شكل جميل جدا. وبالنسبه للعقارب الساعات والدقايق معموله بشكل سورد او سلاح سيف، وبالنسبه لعقرب الثواني معمول بشكل سهم وفي لون احمر كده بيديه لمسه حلوه، لمسه بصريه جميله يعني. ككلام اخير بالنسبه للماكو 2 صراحه الساعه جميله جدا بمميزاتها وبعيوبها، وكمان بالنسبه لفئه سعريه في حاجه زي كده. وما قلتلكاش ان الساعه اوتوماتيك، ما كانتش زي الكاسيو دورو، الكاسيو دورو كانت كوارتز. تالت ساعة معانا واللي هنتكلم عليها بالنسبة للدايف ووتش واللي هي تاج هوير او الاكوا ريسر من تاج هوير. تاج هوير اساسا بدأت 1860 لما ادوارد هوير اسس الموضوع ده كله، والبراند ده بنى سمعته على الابتكار والسرعة من اسماء زي كاريرا لموناكو، واسم هوير بقى مرادف لعالم الموتور سبورت. لكن في اواخر السبعينات البراند بدأ يدخل في عالم جديد تماما وهو لعالم التول ووتشز، والتحول ده هو اللي هيوصلنا لاطول عائلات تاج هوير واكثرها نجاحا على الاطلاق واللي هو اكوا ريسر. كل حاجه بدات سنه 1978 مع الاسطوره الهوير ريفرنس 844، ودي كانت بدايه خط لخريطه كامله لكل الاكوا ريسرز الموجودين النهارده. كانت دايفر بتيجي بحجم 42 مللي وكمان 200 متر غطس، والكيس من الستانلس ستيل قوي، والمكنه بتاعتها من الكوارتز، والدايل بتاعها مستوحى من رولكس السبمارينر، والجاك هوير نفسه اعترف بده بفخر. بالنسبه لل 844 عملت خطين اساسيين، سلسله 1000 وسلسله 2000. بالنسبه للسيريس 1000 هي اول دايف ووتش حقيقيه من تاج هوير، وموديل الديب دايف الشهير بعمق 1000 متر، متينه وايقونيه من اول لحظه. اما بالنسبه للسيريس 2000 فهي انعم واشيك وكمان 200 متر غطس، ودي تجاريا بالنسبه للبراند كانت ممتازه وقت ازمه الكوارتز. والاصدارات دي من الدايف ووتشز وصلت كمان لهوليوود بما فيها النايت دايفر اللي لبسها تيموثي دالتون اللي هو جيمس بوند في فيلم ذا ليفينج داي لايف. بس حقيقي الساعه كتير مهضومه ابو العرباء
ومع بدايه الالفيه الجديده من اول ما شركه LVMH اشترت تاج هوير، البراند نزل الجيل الثالث من سيريس 2000، وكان فيه 3 نسخ: الكلاسيك 2000 والاكسكلوسيف 2000 والسبورت 2000. بالنسبه للكلاسيك 2000 لو حابب حاجه كلاسيك وتكون شكلها انيق ومن الموديلات الفينتج شويه فانت هتروح للكلاسيك 2000. اما الاكسكلوسيف 2000 فهي اقوى ومديه روح التول ووتش اكتر. نيجي بقى للسبورت 2000 فهي بتيجي ببزل الومنيوم، وكمان العقارب بتاعتها على شكل مرسيدس، والعقارب فيها اللومينيسيتي بتاعتها، والبزل بتاعها يوني دايركشنال تيجي ب 200 متر غطس، وكمان السكرو داون كراون، والكريستال بتاعها من السفير، والكلاسب بتاعها دبل لوكينج. ودي بالظبط الخريطه او الخط الاساسي اللي هيكملوا عليه بعد كده بقيه اصدارات الاكوا ريسر. سنه 2004 التاج هوير اعادت احياء اصدار السبورت 2000 كتاج هوير 2000 اكوا ريسر، ودي كانت اول ساعه رسميا تحمل اسم الاكوا ريسر. مقاومه للميه 300 متر، البزل من الالومنيوم، بتيجي ب 38 ملم كوارتز و41 ملم اوتوماتيك، والعقرب بتاع السواري من اللون الاصفر مدي كونتراست جميل مع بقيه الوان الساعه. الاصدار ده كان تجاريا ضخم بالنسبه للشركه. اخيرا سنه 2005 تم تغيير الاسم، من 2000 بقى اسمه ذا اكوا ريسر كولكشن، واللي اتوسعت وبقت تنزل موديلات كرونوجرافز وتو تون وكمان حاجات للسيدات. يعني مثلا عندك 2009 عملوا الاكوا ريسر اللي هي 500 متر، مقاومه للميه ل 500 متر، والكيس بتاعها 43 ملم، وكمان بيجي بشكل حواف، فيها ميزه الهيليوم فالف عشان لما تيجي تغطس 500 متر واعدادتني نزلت 50 متر ولا حاجه، 50 متر 5 متر كمان. والبازل بتاعها معمول من الرابر، والدايل مضلع، وكمان فيها السايكلوبس. ودي كانت خطوه كبيره بالنسبه للاكوا ريسر ان هي تديك حاجه فيها لمسه فخامه حقيقيه. نفس النظام برضو عندك في 2009 نزلوا الاكوا ريسر 300 متر. بالنسبه للاكوا ريسر اللي موجودين حاليا في السوق هي الاكوا ريسر بروفيشنال 300 و300 دي، سعرها بيتراوح من 3200 ل 4200 دولار. بتيجي باحجام من 36 لغايه 43 ملم، شغاله بموفمنت كاليبر 5 اوتوماتيك، والووتر ريزيستنس بتاعها 300 متر. التصميم بتاعها سليم شويه، البيزل بتاعها فيه 12 سايد او 12 جانب كده عشان تقدر تمسكه بسلاسه ويكون شكله مختلف عن اي ساعه دايف ووتش ثانيه. الروتيشن او الدوران بتاع البيزل جميل جدا فيها، وكمان شكل العقارب بتاعتها على شكل سورد او سلاح. اما بالنسبه للسايكلوبس لينس نزل تحت الكريستال ما بقاش فوق، وكمان في الكيس باك من تحت الساعه في لوجو اللي هو هيلمت او طاقيه الغواصين. الساعه بتيجي بالستانلس ستيل او التيتانيوم. في عندنا الاكوا ريسر بروفيشنال جي ام تي، دي جي ام تي نفس الخصائص كل حاجه، ولكن الاختلاف الوحيد اللي فيها هي الجي ام تي توقيتين لو بتحب السفر، والدايف ووتش مسافر تغطس فاختار الجي ام تي من الاكوا ريسر بروفيشنال. وفي عندنا برضو الاكوا ريسر بروفيشنال 200، سعرها بيبدا من 1900 لغايه 4700 دولار. الاحجام بتاعتها بتبدا من 30 لغايه 40 ملم، وبتيجي بحركتين يا كوارتز او كاليبر 5 اوتوماتيك، والووتر ريزيستنس بتاعتها 200 متر. النسخه دي من الاكوا ريسر يعتبر كاجوال اكتر من انها تبقى طول ووتش، وفيها الستايل اللي انت حابه ممكن تلبسه في اي مكان. البزل بتاعها معمول من الستيل، ما فيهاش سايكلوبس، الدايل بتاعها كلين خالص. بعد كده عندنا الاكوا ريسر 1000 سوبر دايفر، سعرها بيبدا من 6600 دولار، بتيجي بحجم 45 ملم، وبتيجي بكاليبر تي اتش 3000، والووتر ريزيستنس بتاعتها 1000 متر. حقيقي ده الالتيميت بتاع الاكوا ريسر، وحش. الساعه بتيجي بالجريد 5 تيتانيوم، والسيرتيفايد من السي او اس سي من كينيسي، والبزل بتاعها جبار، وفيها مؤشرات امان باللون الاورنج، واللوم او الاضاءه بتاعتها هو افضل اضاءه متاحه حاليا، وكمان فيها خاصيه الهيليوم اسكيب فالف، والعقارب بتاعتها جميله جدا. هنعدي على اخر واحده اكوا ريسر بروفيشنال 200 سولار جراف، سعرها 3050 دولار، بتيجي بحجم 40 ملم، وشغاله بمكنه سولار تي اتش 5000. الووتر ريزيستنس بتاعتها 200 متر، تيجي معاك بنوعين ستانلس ستيل او من التيتانيوم. الاكوا ريسر هو خط مستمر لاكثر من 40 سنه، وده اطول من كاريرا او موناكو، لان الاثنين دول اتوقفوا في الكوارتز كرايسيس ما عدا الاكوا ريسر. ولو في عندك اي معلومه حابب تسيبها لي في التعليقات سيبها لي في التعليقات تحت الفيديو. نكمل على اللي بعد كده ونعدي على السيتيزن برو ماستر. اتكلمنا على كاسيو، اتكلمنا على اورينت، وهنبدا نتكلم على السيتيزن. وما زال السوق الياباني هو اللي ماسك الساعات الافوردبل اللي احنا ممكن نقدر نشتريها في الدايف ووتش بعيدا عن السويسري، ولكن لسه في سويسري معانا هنتكلم عنه بس اصبر عليا شويه. فدلوقتي انا هكلمك على سيتيزن برو ماستر، وكمان جايه بكاليبر مميزه جدا. تعال اكلمك عليها بالتفاصيل. السيتيزن برو ماستر بدايتها كانت 1985، بس اصلا على حسب اقدم المصادر بيقولوا ان جذور سيتيزن كانت بدايتها 1918 تحت اسم شوكوشا ووتش ريسيرش انستيتيوت. ياباني بقى والكلام كده، فشنطه اكيد مش شنطه ياباني يعني.
عارفك اللي هتقول نطق غلط للتعليقات. في سنة 1930 المعهد غير اسمه لاسم تاني اقترحه واحد اسمه طوكيو مايو لاسم شينبي جوتو. ساعتها اسم سيتيزن عمل نجاح باهر في الفترة دي. فلما نيجي نتكلم على البرو ماستر، اساسا البرو ماستر ليها مرجع قبل كده وهي كانت ساعة اسمها اكوالاند، بس البرو ماستر اللي موجودة دلوقتي جاية بكاليبر شغالة بنظام الايكو درايف. ولو انت مش عارف نظام الايكو درايف فاتفرج على الفيديو بتاع السيتيزن عشان تعرف الايكو درايف ده عبارة عن ايه. بس هديلك نبذة بسيطة عنه دلوقتي، ان الايكو درايف ده بيشتغل باي مصدر ضوء لو الشمعة. اول حاجة الكيس بتاعها بيجي بحجم 44 و48 من اللج تو لج، والسمكة بتاعتها 11 ونص، وعرض اللج 20 ملم. الساعة بتيجي بالستانلس ستيل وبتيجي ب 200 متر ووتر ريزيستنس. اللوم او الاضاءة بتاعت الارقام بتاعتها او الحاجات اللي موجودة في الدايل بتاعها ممتاز جدا. الستراب بتاعها بيجي بالرابر، والكريستال او الازاز بتاع الساعة بيجي بالمينرال. وكلمة البرو ماستر متركبة من كلمتين اللي هو ماستر وبروفيشنال، بس اللي كانت موجودة قبل كده اللي هي الاكوالاند كان ليها 3 اصدارات. الالتيكرون حاجة للارض، الاكوالاند حاجة للبحر، والسكاي حاجة للسماء. ده كانت 3 اصدارات الاساسية اللي معمولة في براند البرو ماستر. فحصل شوية تغييرات فيها، ومن ضمن التغييرات دي ان هم حطوا الكاليبر اللي فيها نظام الايكو درايف. اول حاجة الكيس بتاعها ممكن يخدعك، ده حتى كمان في الساعة الكيس بتاعها مع البيزل السمك بتاعها بس 11.5 ملم. ولو انت خايف من كبر حجم الساعة فالسيتيزن برو ماستر نزلت اصدار 37 ملم من نفس الساعة. ومن ضمن الحاجات اللي ممكن تقلقك في حجم ساعة البرو ماستر هي الحجم بتاع البيزل اللي موجود على الدايل بتاع الساعة. هتلاقي الدايل بتاع الساعة السيتيزن برو ماستر صغير والبيزل عامل كده، والتصميم بتاع البيزل جاي فيها 6 حواف علشان يكون سهلة المسك لما تيجي تلف البيزل، وطبيعي جايه من الستانلس ستيل زي ما قلت لك، و200 متر غطس، وكمان فيها السكرو داون كراون. والعلامه اللي موجوده عند الساعه 12 بتنور اللون بتاعها او الاضاءه بتاعتها بتكون اقوى شويه عن بقيه الاضاءه اللي موجوده في الساعه. واستخدام علامات واضحه عند الساعات 3 6 9 12، وكل عنصر في دول فيهم لوم او اضاءه قويه جدا. وكمان في غواصين قالوا ان اللوم بتاع الساعه السيتيزن برو ماستر من افضل اللوم اللي موجود واقواهم. تعال بقى نعدي اللي بعد كده. السيتيزن برو ماستر بتستخدم الرابر ستراب زي اي ساعه تانية في الدايف ووتش، ومعظم الدايف ووتش هتلاقيهم بيستخدموا الرابر ستراب. يعني عندك الرولكس وبلانك بين هم اول 2 بداوا يستخدموا الموضوع ده، وبعد كده بقيه الشركات بداوا يستخدموا نفس النظام. سعرها في الماركت من 400 ل 500 دولار. انا شايف ان هي الساعه تستاهل، بس على حسب برضو هل هي تكون مناسبه على ايدك ولا مش مناسبه. المزايا اللي فيها كلها ممتازه. فده عن السيتيزن برو ماستر. تعال نعدي على اللي بعد كده ونشوف معانا ايه. اخيرا هنسيب الياباني شويه ونعدي على قطعه سويسري. ولما بنتكلم عن السويسري في الساعات زي اكننا بنتكلم على حاجه مثلا زي هانز زيمر لما يجي يعمل موسيقى في فيلم زي انترستيلر. فانا هكلمك على حاجه سويسري دلوقتي واللي هي التيسو سي ستار. لما حد بيسالك على ساعه تكون قيمه مقابل فلوسها، فانت اول حاجه بتيجي في دماغك من النصايح اللي ممكن تنصحها لاي حد في مجال الساعات هتكلمه عن كاسيو، سيكو او سيتيزن. فخليني اضيف لك مع القائمه اللي انت ذكرتها دلوقتي براند تيسو. فلو انت مش عارف براند تيسو وتاريخها فاتفرج على الفيديو اللي موجود هنا وهتلاقي فيه كل التفاصيل اللي انت عايزها. ومن ضمن ساعات البي ار اكس يمكن انت تكون عارفها، ومن الساعات المميزه جدا. سنه 2003 نزلوا اصدار جديد من ساعات التيسو وكانت اسمها تيسو سي ستار، وكانت مستوحاه من السي ستار الاصليه اللي كانت في الستينات. السي ستار متجزاه ل3 اجزاء، الدايفر سي ستار والسي ستار 1000 والسي ستار 2000. فتعال كده اكلمك على السي ستار وتفاصيلها، اسعارها ومميزاتها، عشان لو انت حابب تشتري حاجه من تيسو. في البدايات ان السي ستار اساسا كانت بتيجي بالسكوير دايل وكان فيها بس التاريخ الاساسي، والسي ستار القديمه كانت بتتحرك بكاليبر ان هاوس 2481 واللي كمان ساعتها اوميجا كانت بتستخدمها. اما سنه 2003 البراند نزل اصدار جديد وهو السي ستار بوظائف جديده، والبدايه كانت سي ستار 660 وده اللي كان جاي مع البيزل وكمان 200 متر غطس. بعدها جه اصدار تاني واللي هو الدايفر سي ستار اللي قدم الوان مختلفه وكمان ووتر ريزيستنس اكتر واللي وصلت لغايه 300 متر. اما عن اخر اصدارات سي ستار 2018 نزلت السي ستار 1000 والسي ستار 2000. الهدف من اصدارات السي ستار الجديده هم حاجتين، ان هي تكون عمليه وتكون شيك في نفس الوقت زي ما كنا بنتكلم على اي دايف ووتش تاني. بالنسبه للكيس والبيزل بتاع التيسو سي ستار فهم بيستخدموا الستانلس ستيل 316 ال وبتيجي بمقاسات مختلفه من
43 ل 46 ملم، والسمكه بتاعتها بتبقى من 12 لغايه 16 ملم، بخلاف ان الكيس بتاعها معمول له بولشنج وبراشنج ممتاز جدا، والبيزل بتاعها معمول من الاثنين، يا اما من السيراميك يا اما من الالومنيوم. اما بالنسبه للكريستال والكراون، فالكراون بتاع التيسو سي ستار بيجي بالكراون جارد حواليه كده، وبتيجي بحواف في الكراون بتاعها عشان يكون سهل لما تيجي تظبط الوقت، وبرده بيكون محكم علشان لما تيجي في الغطس ما يدخلوش اي ميه. اما بالنسبه للكريستال بتاعها فهو بتيجي بازاز سفير. اول ساعه نقولها في الفيديو ده ان هي تيجي بازاز سفير، وعشان دي ان هي ساعه سويسري وبراند تيسو. وبالنسبه للدايل، تيسو وفرت لك الوان كتير عشان انت محتار من ضمن الالوان اللي موجوده فيها، في زي الاسود، الازرق، التركواز، الاحمر، كل دول الوان موجوده لو انت حابب تختار لون معين فيهم. اما لو انت عايز حاجه كلاسيك وتقدر تلبسها في اي مكان، فممكن اختيارك يروح للكلاسيك بلاك. وخلينا متفقين ان شكل السي ستار هي من اقرب الاشكال اللي موجوده للرولكس السبمارينر، وفيها التاريخ او شباك التاريخ موجود عند رقم 6، وكمان العقارب اللي معموله على شكل السورد او السيف، وغير كده موجود منها اصدارات الكرونوجراف بالنسبه للسي ستار. بالنسبه للبريسلت بتاع السي ستار بتيجي زي اي ساعه ثانيه، الرابر او البريسلت العادي الستانلس ستيل. وكمان لو هتلبس الستانلس ستيل عشان بيكون معمول من 3 لينكات، فشكله بيكون كلاسيك جدا، فعشان كده ممكن يكون مناسب معاك لو انت عايزه في اي مناسبه. فالتيسو سي ستار هتمشي معاك في اي مناسبه وفي اي مكان، everywhere every day. اما بالنسبه للموفمنت بتاعت التيسو سي ستار فهم شغالين بالباور ماتيك 80، والباور ماتيك 80 دي اللي هي شغاله اوتوماتيك، وكمان الباور ريزيرف بتاعه ممكن يكون اكستندد لغايه 80 ساعه. الموفمنت بتاعتهم بتكون فيها 23 جولز، وبتكون فيها الديت كومبليكيشن، وكمان بتيجي ب 21600 في بي اتش. وغير كده بيستخدموا السيليكون هير سبرينج. وليه سيليكون هير سبرينج؟ عشان ده بيقلل الاحتكاك في الساعه وبيحافظ على جوده الموفمنت لاكتر وقت ممكن. وبرضه لو محتاج حاجه كوارتز فعندهم التيسو سي ستار شغاله بكوارتز اي او ال موجوده ومتاحه، فلو حابب حاجه كوارتز تكون موجود عند السي ستار، ولو حابب حاجه اوتوماتيك موجود الباور ماتيك 80. تعال بقى اكلمك على توب 5 من السي ستار. اول حاجه اكلمك عليها تيسو سي ستار 1000 كوارتز كرونوجراف، واحده من اكتر الساعات مبيعا في كوليكشن السي ستار، وكمان بتتخطى معايير الايزو في الغوص، وطبعا العمق بتاعها 300 متر ووتر ريزيستنس. الكيس بتاع الساعه بيجي ب 45.5 ملم، سعر الساعه تقريبا $525. تاني واحده معانا التيسو سي ستار 1000 باور ماتيك 80، ساعه غطس ممتازه وبسعر مناسب، والكيس بتاعها بيجي ب 43.5 ملم، وافضل الاختيارات في السي ستار. بتيجي بالرابر ستراب، وبتيجي بالدايل بتاعها الازرق الجريدينت. الباور ريزيرف بتاعها 80 ساعه و300 متر غطس تحت الميه. سعر الساعه دي تقريبا $700. ثالث واحده معانا تيسو سي ستار 2000 بروفيشنال باور ماتيك 80، الساعه دي لمحترفين الغوص، بتيجي ب 46 ملم في الكيس بتاعها، وبتيجي ل 600 متر غطس. بتيجي بالستانلس ستيل، والبريسلت بتاعها بيجي بالثلاث لينكات علشان يكون شكله كلاسيك ومريح على الايد، والبيزل بتاعها بيجي من السيراميك، وكمان الدايل بيجي بلون التركواز مستوحى من البحر، وبيجي بشكل الويفز الامواج في الدايل بتاعها، ومعاها بقيه الحبشتكنات الديت كومبليكيشن والعقارب على شكل السورد او السيف برضو نفس النظام. سعر الساعه دي تقريبا $920. رقم 4 تيسو سي ستار 1000 كرونوجراف. لو بتدور على ساعه مثاليه تكون كلاسيك لونها اسود من تيسو سويسري وتكون احترافيه، فدي هتكون من افضل اختياراتك من السي ستار. الكيس بتاعها بيجي بحجم 45.5 ملم، والكيس بتاعها معمول من الستانلس ستيل، والبيزل بتاعها من الالومنيوم، وبتيجي باللون الاسود او الاحمر. نفس النظام فيها اللوم هاندز، وفيها الماركرز، وفيها الدايل بتاعها بشكل مميز، وكمان الديت كومبليكيشن. والساعه بتيجي ب 300 متر غطس، ولكن الساعه دي شغاله بالكوارتز، وسعر الساعه دي $525. رقم 5 معانا تيسو سي ستار 1000 باور ماتيك. نفس النظام، الكيس بتاعها بيجي من الستانلس ستيل بحجم 43 ملم، وبيكون فيها الروز جولد على الماركرز بتاعها، وكمان بتيجي بالدايل اللون الازرق. الساعه دي سعرها $795 تقريبا. شوف الساعه اللي انت ممكن تختارها من ضمن الخمسه اللي اتكلمنا عليهم في الفيديو ده، لان في جزء تاني لسه هكلمك عن كمان 5 تانيين كدايف ووتشز. انا عملت الجزئين دول عشان اكلمك على دايف ووتش تكون منافس للرولكس سبمارينر، لان كتير بيحب الرولكس سبمارينر، ولكن انا شايف بدايلها ممتازه كتير بفئه سعريه منافسه جدا
فحاول تطلع من بره شرنقة الرولكس. وانا شايف ان ممكن هيكون في منافسين جامده لموضوع الرولكس ده، وكمان ممكن يكون في فيديو عن قريب ان شاء الله هنتكلم عن 2 جامدين في عالم الساعات، وهو بلانكبين ورولكس. ولكن انتظرني، وعلشان كده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتقولي رايك في التعليقات انهي ساعه عجبتك في ال5 اللي اتكلمنا عليهم. ولو عندك اي معلومه زياده ممكن تفيدنا بيها في التعليقات اكتبها لنا في التعليقات وسيبها لنا. وما تنساش تشير الفيديو للي بيحب الساعات واللي ما بيحبش الساعات كمان، عشان نكبر مجتمعنا في حب الساعات عن قريب ان شاء الله. انا معتز بحب الساعات، وكلمتك على 5 بدايل للرولكس سبمارينر او ساعات الدايف ووتش الغطس. كده وصلنا لنهايه الفيديو، وشكرا ليك لو انت لسه هنا، ان ده تقدير كبير. واشوفك الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. سلام.